السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، وحشتوني. النهاردة برضو هنعمل بسكوت الخلاط بحشوة جوز الهند بسهل، برضو طريقة سهلة وبسيطة ومقاديرها بسيطة عندنا في كل بيت. معايا نص كوباية سكر، نص كوباية زبدة على زيت او ممكن سمنة بس زي ما انت عايزة. معايا بيضة واحدة، معايا معلقتين نشا، ومعايا فانيليا بودر، فروتي او برتقان، قشر برتقان. تعالوا بقى ننزل في الخلاط الاول بالسمنه. الزبده معايا، انا حاطه زبده على زيت، ومعايا نص كوبايه السكر. هنزل بقى في الخلاط واضربهم شويه كده لغايه ما السكر بتاعي يدوب. انزل بالبيضه، وانزل معايا بالفانيليا، فانيليا بتاعتي كيس فانيليا، وهنزل معلقه فروت صغيره. ما تحطيش كيس الفروت كله او كيس التانج كله. كيس الفروت ده خدي منه معلقه صغيره ملانه. معايا برضو معلقه بودر صغيره مسح ممسوحه، ما تكونش ملانه، عشان البسكوت بتاعي ما يهش معايا ويفرش معايا قوي. كده ضربنا كله في الخلاط. معايا بقى كوبايتين دقيق، كوبايتين دقيق بنفس المعيار بتاع الكوبايه اللي انتي حاطه بها السمنه والسكر. ومعايا معلقتين نشا كبار يكونوا ملالين. انزل بالمقادير بتاعتي كلها كده على الدقيق. نضفي الخلاط كويس قوي وقلبي بقى كده. طبعا الاسباتولا مش هتنفع، هنشتغل بايدينا، بس انا بضيع شويه الدقيق شويه بيها. الفها كده لف مش عجن، لف كده لغايه ما تحس ان العجينه معاكي لمت وبقت حلوه. وتعملي لها بقى اختبار. العجينه عايزاها تكون ملزقه برضو، بس مش ملزقه قوي ان هي تمط معاكي. انا كده حطيت نقطه حسيت ان هي ناشفه، عايزه حاجه سايله، حطيت نقطه زيت. بس برضو لقيتها محتاجه، قمت حاطه معلقتين لبن. معلقتين لبن يا جماعه، عشان ان انا لما اجي احشيها تبقى لينه معايا. العجينه كده معايا احتاجت معلقتين لبن، بس انا ما جاتش في الكاميرا وانا بحطهم. هنا بقى معايا معلقتين جوز الهند، معايا معلقتين مربى صغيرين، وقلبوهم كويس قوي. ضيع المربى بجوز الهند كده. وتعالوا ما نقول لكم بقى هنعمل ايه. معايا العجينه بتاعتي اهي، بعد ما حطيت اللبن عليها ودعكتها لميتها كده، هكورها كور صغيره. تعالوا نقول لكم هنعمل ايه. شوف، هنفتحها بالطريقه دي كده ونحشيها، ونرجع تاني نلفها. تك عليها افتحها من النص كده، حط فيها حاجه بسيطه كده. انا ايديا مش جايباها للاسف ايدي مش جايبه، يعني مش مبينه الحشو كويس. اهي حاجه بسيطه كده صغيره، يعني حته جوز الهند بالمربى صغيره كده برضو، عشان ما تبوظش من البسكوته وتبان في البسكوت. هعمل معايا الكميه كلها بنفس الطريقه. هتسيبها كده؟ لا، هنشكلها وهنقول لكم هنشكلها ازاي. زي ما انت شايفه كده، احط فيها جوز الهند واكورها تاني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بنفس الطريقة هنفتحها كده من النص، هنغوطها كده من النص، ونقوم حاطين فيها جوز الهند ونلمها. يا جماعة تاني مرة قلت لكم لما حسيت ان العجينة ناشفة شوية عايزة حاجة سايلة، حطيت معلقتين لبن. هنا معايا بقى المكبس، اشتغلنا بيه قبل كده. المكبس ده يا جماعة والله اختراع وجميل جدا، بكل سهولة بتعمل الاشكال اللي انت عايزاها. هنا انا رحت عفرت المكبس دي لانه لزقت فيه، العجينة لزقت فيه. شوف بكل سهولة، ما بياخدش معايا وقت خالص. شفت شكله حلو ازاي؟ ده شكله بعد ما طلع من الفرن. شكله ولونه وحلاوه بقى ما اقولكوش، وطعمه جميل جدا. بس طبعا انا ما دقتش معاكم، انا بوريكم بس. شوف الحشوه من جوه عامله ازاي، جميله جدا، وطعمه حكايه. انا كنت صايمه فما دقتش معاكم يعني، فبصراحه لما فطرت دقته جميل جدا. جربوه وقولوا رايكم فيه. شكرا لكم.